قوات حزب العمال الكردستاني PKK تحتشد على حدود روجالات كردستان إيران. خبر هام من على الحدود: تشهد الجبال شاهقة والواقعة على الحدود بين روجالات كردستان وإقليم كردستان تحركات غير مسبوقة غامضة ومريبة. والسؤال هنا هو: هل ثمة مؤامرة جديدة حيكت ضد روجالات كردستان أي كردستان إيران؟ كشفت التحقيقات والاستقصاءات الخاصة لموقع دار كامازي عن حقيقة خطيرة، حيث سحب PKK المئات من مقاتليه من رجأفا كردستان وجارة وبهدنان ونقلهم إلى الحدود الإيرانية. ولم يقتصر الأمر على الأسلحة فحسب، بل تم أيضا نشر آليات حفر الأنفاق الضخمة العملاقة والمتفجرات والمعدات الخاصة بتعميق الكهوف والمغارات في هذه الجبال. تأمر إدارة هذه الخطة عبر 3 خطوط رئيسية: الخط الأول حول قنديل والحدود المباشرة مع إيران، الخط الثاني من قنديل حتى سوس بنجاوين حلب وبيارة، الخط الثالث من قنديل حتى برادوس شومان سيداكان ومرتفعات خاكورك. لكن الأسئلة المليئة بالشكوك والريب تبدأ من هنا تماما. الأنفاق التي يتم حفرها تقع على مسافة قريبة جدا من النقاط العسكرية الإيرانية، وأصوات الانفجارات تدك الجبال وتهزها. لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية صامتة خرساء. إيران التي كانت تقصف مدن كويا وزرقواس وحرير، ترى لماذا تغض الطرف وتغلق أعينها أمام تحركات PKK هذه على الحدود؟ القوات التي تطلق على نفسها بجاك حزب الحياة الحرة الكردستاني تتجول الآن بحرية على الطرق الرئيسية في مهابات، سنة، بيرانشهر ومريوان. والدولة تركيا التي كانت تصر على نزع سلاح بجاك في السابق، لماذا اختارت الآن صمت الموت؟ ترى ما دلالة هذا الصمت؟ التاريخ يعيد نفسه. ما جرى في روجافا كردستان سوريا من التضحية بمصالح الشعب الكردي من أجل التعاون مع دمشق وأنقرة، والآن يتم إعداد نفس السيناريو لرجالات كردستان. فبجاك ليس شيئا آخر، بل هو مجرد قناع جديد لPKK. لا يمكن لثورة الحرية لرجالات كردستان أن تقع ضحية للمساومات والبازارات السياسية لعبد الله أوجالان وPKK المنحل والمفتت. البرنامج الذي يجري تنفيذه اليوم على الحدود ليس من أجل كردي حر، بل هو مشروع جلي وعلني لتسليم وبيع رجالات كردستان.